عليكم، مرحبا بكم معنا في قناه شهوات فاطمه الزهراء. اليوم ان شاء الله غنوريكم طريقه شباكيه، تبعوا معايا المراحل وان شاء الله غتنجحوا فيها. ودابا ندوزو للمقادير. عندنا الكاس لاروب ديال الماء الزهر، نص كاس زيت العود، كاس الزبده، شويه ديال الخل، ما كنكثروش الخل، الزعفران الحر، زلافه صغيره ديال الزنجله مطحونه بهذه الطريقه هذه، وعندنا اللوز، وعندنا كاوكاو 3 المعالق كبار مطحون حتى هو، ما كنطحنوش مع الزيت. هاد الصفر ديال البيضه، معلقه صغيره ديال الخميره ديال الدار، معلقه القرفه كبيره، 2 خمارات، مسكه الحره مع شويه السكر وشويه الملحه، معلقه النافع كبيره، 1 كيلو ديال الدقيق ونص. بسم الله. قرفه، نافع، زنجلان، كاوكاو، كنطحنوه مزيان باش ما يعذبناش في التشباك. كندلكوه، اللوز، ما كنكثروش اللوز بزاف حيت كيقصها، الزعفران كنقضوه في الماء، دخل ندير الزبده، كنجمعو كلشي، الماء الزهر، صفر بيضه، مسكه الحر، وكنزيدو الدقيق. كنزيدو خماره والخميره معلقه صغيره، وكنزيدو الماء، ما كنديروش الماء بزاف، خصها تطلع لينا قاصحه شويه، الا طلعت رطبه راه ما كتنجحش لينا في الطرق وكتقصح لينا اللي كنقليوها. كنخلطوها مزيان. انا غادي نزيد شويه الماء، وما كندلكوهاش، غير كتخلط لينا، كتجمعيها نشوفوا كيفاش بغيناها ونحبسوا. كنزيدو الماء غير بشويه، قد ما قصحت شويه راه كتجي مزيانه في المقله، ما كتطحنش لينا وكتجي رطبيله طابسه.
شويه د الماء، غير شويه. الا كنزيد فيك ما كنزيدوش بمره، كنزيد غير بشويه بشويه. ها هي بعد ما جمعناها دابا صافي بركه. ها هي طلع لنا بحال ما هكا، ما تكونش خفيفه بزاف. الا كانت خفيفه راه غتمحلنا في المقلايه اللي كنقليوها في الزيت. دابا غنديرو كويرات صغار بحال هاد الشكل هذا. نديرو كويرات ونحطوها نغطوها بالبلاستيكه. دابا ندوزو للتشباك. ها هي طريقه سهله غنوريها لكم، كنتمنى تكون لكم واضحه شويه. ها هي كنشد هذه ديال الجناب، ها هي بشويه علينا. ها هي كنتمنى تشوفوها مزيان. هانتوما بشويه علينا. هاد الراس شدو في الاولى ديال الجناب وحده ديال الوسط، وكنقلبوها هانتوما كتشوفوا. اللي بغا ديال 5 راه كيديرها، اللي مبغاش اللي بغا ديال 6 كيصيبها. وإلا ملي خرجناها في الماكينه كنرققوها شويه باش يدخلها الطياب وتدخلها العسل. ها هي كنقلبوها بحال ما هكا. كنتوما كتشوفوا، وكنخرجوها بحال ما هكايا. ها هي غنقادوها. غنعاود واحده اخرى غنوريكم الطريقه. ها هي نخرجوا لها ديك الريوس. نعاود لكم واحده اخرى. ها هي دابا بعد ما شبكنا سالنا الشباك غندوزو نقليوها ان شاء الله. بسم الله. الزيت سخونه. ها هي مجرد كنديروها تلفات باش تنفخ لينا مزيان وكنقلبوها. هذه النصيحه للبنات المبتدئات ان شاء الله وغتصدق ليكم. مجرد كنرميوها في الزيت خصها تقلب. ها هي باش تنفخ ليكم. هذه النصيحه باش تنجح لكم ان شاء الله شبيكنا.
كتاخد هذا اللون بني نزولها ان شاء الله. بعد ما خدات هذا اللون خفيف ذهبي ونزولوها ان شاء الله، ما كنخليوهاش تحرق. ها هي تاخد لون خفيف بارك ونديروها حتى العسل. العسل بارد ما يكونش سخون، الشباكيه سخونه باش تشرب لكم العسل. غتبقى طريقه ان شاء الله غتنجحوا فيها، فهي مجربه وهشيشه ان شاء الله غتعجبكم. ملي نحيزوها في المقله كنديروها في العسل حتى كتشربها مزيان، وعاد كنحيزوها نديروها في الشبكه. بسم الله. هي شربت حيت الشباكيه سخونه، فهي ناجحه ان شاء الله. غتشربوها حتى نتوما غتنجحوا فيها. وهشيشه هانتوما غتشوفوها، غنوريها لكم غتشوفوا النتيجه. والعسل حتى هي ان شاء الله غنزلها لكم في الفيديو القادم ان شاء الله وتشوفوها. انا اللي صوبتها في الدار. دابا ندوزو نزينوها بالزنجلان. نديروها شويه، نديروها بيدينا كل واحد الطريقه ديالو. هي هشيشه غتعجبكم كاملين ان شاء الله. هي درت هاد الفقاعات وعامله بالعسل هانتوما كتشوفوا. هي الشباكيه بعد ما ساليناها درنا جوج شكيلات، الشكل عادي وهذه اللي شكلنا لكم على شكل سبوله. ها هي كتشوفوها. بسم الله. غنشوفوا وحده ها هي هشيشه وندخلها العسل. كنتمنى حتى نتوما تجربوها وتنجحوا فيها. وفي الاخير كنتمنى تعجبكم وتشاركوا في القناه وتخليو لي التعليقات ديالكم، وشكرا.